غنزيد الساشيه ديالي ديال الفاني. عندي ساشيه ديال الفاني حتى هي، نحركها مزيان. الخميره دائما حتى الاخر. كما كتشوفوا حنا غير الاحتفال ديال المدرسه محتفلين الدراري بيناتهم باش يسلموا على بعضياتهم، باش يبداو عطله سعيده. كنتمنى لهم عطله سعيده، وكنتمناو عيد مولد نبوي شريف الله يدخله بالصحه والسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين اجمعين. يا ربي يا ربي يا ربي، عيدكم مبارك وسعيد. الله يشافي مرضانا يا ربي، الدعاء لمرضانا يا ربي تشافيهم يا ربي. اللي عنده شي مريض في الدار تشافيه ليه وتعافيه يا ربي. من هاد القناه كنطلب الناس يدعيو مع الناس اللي مرض، كندعيو باش يحل السلم والسلام في العالم كله على هاد الارهاب اللي ولا، على هاد العواصف اللي ولات. الله يسر الكوارث، كوارث طبيعيه وكوارث بيئيه وكوارث انسانيه اللي كتشوفي القتيله ولات هادشي ديال اللي كيخسروا الوجوه والبنات. بزاف 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 هادشي كيألم بزاف بزاف بزاف. كندعيهم بالله الله يعطينا السلم والسلام بمناسبه هاد العيد المولد النبوي الشريف. قلنا كما قلنا درت 2 معالق ديال هذا ديال الطحين. غادا نزيد ماشي هما هذا، غير غنحرك تنشوف وانا خدامه بيدي. معلقه كبيره ديال الطحين، درت 2 معلقات. غنزيد الثالثه ونشوف الخليط ديالي. الا كان الخليط ديالي صافي، هي ما خصهاش تجي عاقده الكيكه. الا بغيتي الكيك ديالك يجي زوين ويجي هذا ما يجيش عامر بزاف الطحين. كنقول انا وكل واحد وكيفاش الفكره ديالو، لان كل واحد وكيفاش كيستعمل. عندي الخميره، غندير 2 خمارات. انا بغيتها شويه تجي ما كتشوفوا. ها هي الخميره، زدنا معلقه ديال الطحين. دائما مع التحراك. اذا هذا الخليط هذا خدا لي 3 المعالق كبار ديال الطحين، كبار نيت. ها هو تخلط كما كتشوفوا. ها هو الخليط ديالنا. دابا غنحيدوه، غنجيبوا المول ديالنا باش ندهنوها بالزبده. ها هي كما كتشوفوا غندهنوها بشويه ديال الزبده. ندهنوها مزيان باش ما تلصقش العجين ديالنا. صافي غندهنوها ونديروا الطحين ونرجعوا نشوف. كما كتشوفوا ها هي دردنا. دائما كنظفوا المكان اللي كنخدموا فيه. دائما كنديروا هكا وهكا باش النظافه مزيانه شويه في المكان اللي كنخدموا فيه، بخصوص الماكله ياك. هذا الخليط ديالنا ها هو. غنكون شعلت الفران. انا عندي كنستعمل الفران ديال الغاز. غنهز يدي بحال هكا. كتشوفوا انا ما كنديرش فيها العجينه بزاف. كاين اللي عنده هذا المول مثلا عالي، هذا المول هذا الناس بزاف عندهم عالي من هنا، الجوانب ديالو عاليه، ولكن انا ما عجبنيش هذاك المول عالي، لان كتجي الكيك غالبه على مثلا داك العماره اللي كتكون لداخل. انا بغيتها تجي خفيفه. بالخصوص الاولادي ولا الناس اللي كيجيو عندي كتعجبهم، لان ما فيهاش داك العلو بزاف، السنتيمتر بزاف طالعين في الجناب ديال المول. ما كان كتجي ملي كتبغي تعمريها ما كتجيش، كيجي داكشي باين، كيجي كتاكلي داك العماره اللي لداخل اكثر من داك كيكون نفس العبار. مثلا داك الكيك اللي عندك لداخل، مثلا العماره اللي معمره بها لداخل كتكون موازيه لهاد الكيك اللي طالعه من هاد الجهه. اما الا كانت الكيك بزاف من الفوق
انا بعدا ولادي شخصيا، ولا انا مثلا ما تعجبنيش، حيت الكيك باش تاكل الكيك غتاكل الكيك بوحدو مثلا، اولا هذه اللي معمره كتجي زوينه، كتجي بحال مثلا دايره طارطه. غندخلوها الفران ونرجعوا. رجعنا عاوتاني. بالنسبه للكريمه اللي غنعمر بها الكيك ديالي، عباره عن نصف لتر حليب، ناقص منه واحد شويه، ما واحد نص كاس ولا هذا اللي درت في الكيك. هو هذا. وعباره عن 2 معالق كبار ديال السنيده. عندي واحد الفلون كما كتشوفوا، فلون كراميل. انا هذا عندي، ولكن كندير واحد في الكيك، كنخلطو في الكيك باش كيجي نفس النسمه. اللي عنده 2، انا قديت بداكشي اللي عندي في الدار. هاد الكراميل فلون كراميل، كديري واحد في الخليط ديال الكيك في عوض الفاني، واخا كديري الفاني وكديري واحد من هذا، وكديري فيها واحد من هذا في الكريمه، باش كيجي المذاق الكراميل اللي عندك في الكيك هو اللي عندك في العماره. كما قلنا وحده من هذه. وعندي هنايا 2 معالق كبار عامرين ديال المايزينا. وهاد شويه زبده كانت بقات ليا من هذا، من باش دهنت اللاطه، ما غنرجعهاش. تندير الخليط ديالي وغنزيدها فوق الخليط باش غير شويه ما كتخليه كريم، ماشي كريمي، ولكن ما كيكونش ديك الجلده الفوقانيه اللي كتكون في لا كريم باتيسيير ولا هذا اللي كنعرفو. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غندير السنيده كما كتشوفوا، غنزيد هذه المايزينا ديالي، وغنضيف الفلون كراميل. هو هذا كما كتشوفوه، ها هو كاين بزاف ديال النسمات. هذا ماشي داك الحلو العادي، كتقدري تستعمليه غير تنكهي به، ما فيهش الحلاوه، بحال النكهه. حتى هو كنزيدو هكا، ها هو كما كتشوفوا صافي. وغنحرك الجميع صافي. كتجي النكهه ديالو زوينه بزاف. دابا بعد ما حركته غنديرو فوق العافيه، كما كنستعملوا لا كريم باتيسيير، كما كنستعملوا لاي حاجه اللي كريم اللي كيطيبوا على العافيه. غنديرو فوق البوطه وغنرجع معاكم. كما كتشوفوا هذه هي الكيكه، خصها تدخل تبرد شويه باش يتجمع داك الخليط ديال الفلون. كتجي بحال هكا. انا درتها سخونه لان مضروبه، خصها باش تديها. دابا غندخلها للثلاجه باش تبرد. كما كتشوفوا هادو تحذفوا لي المقاطع فاش جبتها من هذا، ما عرفتش علاش. انا عند بالي كنصور وانا ما كنصورش. دهنتها بالكونفيتور هنايا، وداك الخليط ديال سميتو ديال الكراميل والمايزينا وهذا درتوه هنايا بحال هذا سميتو صافي. وذوقتها لها باللوز وغتديتها هي باش تفرح مع صحاباتها. وهذه هي كيكتي اللي شاركت معكم اليوم، اللي غتدي بنتي لحفله المدرسه. وبصحه وراحه. واللي شاف الفيديو وعجبو الفيديو يدير لايك، يدير اشتراك. شكرا بزاف الناس اللي كيدعمونا. هذه هي كيكه المول العجيب، ما يمكنش ليا نقطعها لان غتديها بنتي في العشيه. انا غير زربت صاوبت عليها زرب لان ما جلساش ليا حتى لاخر لحظه. قالت لكم ماما صاوبي ليا شي كيك خصني نديه معايا، وبغيت نشاركو معكم. وبالصحه والراحه. كوكا